في هذا المستشفى. قبل قليل ذهبت في جولة بسيطة إلى داخل المستشفى، الجميع في حالة نعم عصيمي، نحن نشاهد الآن هذه الصور للتدافع وأنت تتحدث الآن. هذه الصور على شاشة الحدث. نعم هي تتحدث. نعم وزميلي المصور أجمل ربما كذلك يأخذ لقطات للجمرات. طبعا الشارع 204 ليس في هذه المكان، هو في مدخل الجمرات من الجهة الخلفية على أغلب الأحوال، لكن الصورة ربما تبين العدد الكبير للحجاج وهم خارجين. أيضا بعض سيارات الإسعاف، انتشار كبير جدا من سيارات الإسعاف، يعني لم نستطع إحصاء العدد، لكن تقريبا أكثر من 50 سيارة إسعاف منذ ساعة كاملة وهم في حالة تأهب، يذهبون لنقل الجرحى ويعودون إلى المستشفى. رجال الأمن أيضا في حالة تأهب، جميع قطاعات وزارة الداخلية السعودية، الدفاع المدني، القوات الأمن، الشرطة، كلها تحت إمرة الحجاج، إلى جانب طبعا وزارة الدفاع السعودية التي تقدم الدعم الإسنادي. حتى هذه اللحظة لا يوجد تفاصيل أكثر حول ما هو السبب الرئيسي، يعني تفاصيل أكثر، لكن ما أعلنه الدفاع المدني السعودي أنه الوفيات والإصابات كانت جراء التدافع على طريق المؤدي إلى الجمرات وليس داخل الجمرات. الشارع رقمه 204 على مدخل الجمرات. ربما في الدقائق القليلة، والآن زميلي المصور أجمل يأخذ لقطات متنوعة من نعم نحن نشاهدها معك الآن عبد الرحمن. ربما في الدقائق المقبلة يكون، ربما في الدقائق القليلة يكون معنا ضيف من الدفاع المدني أو وزارة الصحة لسرد المزيد من التفاصيل. طبعا الدفاع المدني أعلن عن الوفيات والإصابات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ومن ثم تناقلته وسائل الإعلام. طبعا الجدير بالذكر ضحى بأن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها حالات تدافع وازدحام في الجمرات. قبل تقريبا 5 إلى 4 سنوات حدثت مثل هذه الحوادث، لكن ربما الازدحام بس هذه المرة كما أشرت عبد الرحمن هي في قبل رمي الجمرات، هي في الشارع، يعني في مدخل رمي الجمرات. في مدخل الجمرات. نعم صحيح ضحى، في مدخل الجمرات، في مدخل الجمرات. وربما حتى تسمعون الأصوات، أصوات سيارات الإسعاف حولي. الجميع في حالة تأهب واستعداد. أعتقد ربما في الساعات القليلة المقبلة يكون هناك بيان رسمي من وزارة الداخلية والدفاع المدني لتوضيح ملابسات هذا التزاحم والتدافع على مدخل الجمرات. نعم هذا طبعا يعني أبرز الأشياء التي متوفرة لدينا الآن.